بداية أحب أشكركم على هذا اللقاء وتسليط الضوء على مشروع ديواني. تعرف مشروع ديواني هو أصلاً كفكرة رئيسية يمزج ما بين الخط أو الخط العربي والحرف والعمارة المعاصرة، وبالأساس هي ليست فكرة جديدة، هي أصلاً موجودة في الإرث العربي التراثي القريب جداً منا لبيوتنا التراثية، وحتى في العمارة الإسلامية وجود الخط العربي والحرف العربي على العمارة الإسلامية الأصيلة التقليدية. ولكن لما وجد مشروع أو مبنى أو منزل ديواني، هذا المبنى اللي هو يعكس التجربة للفن الملمس المعاصر جدا، ليعتمد على المكعبات، وهي قد يكون هذا المبنى ليس له هوية مرتبط بإرث معين لدولة معينة، هو دولي، ولكن حاولت أوجد هذه العلاقة أن يعكس ثقافتنا العربية الإسلامية على هذا المبنى، ولكن بتجربة معاصرة جدا. وحاولت أن أدخل 3 تيارات اللي هو الخط العربي الأصيل لأشهر الخطاطين على المستوى العربي والإسلامي، وأيضا التيار الحديث اللي هو مثل التجربة الحروفية على مستوى الوطن العربي، وأيضا التجربة المعاصرة للأجيال الجديدة. من خلال هذا المجد حاولت أن أوجد هذا المزج وهذا الهارموني في التمازج ما بين الأصالة والمعاصرة، والحمد لله لقى صدى طيب، والحمد لله لقى قبول يعني من المتلقي. تعرف اليوم نحن قد يكون الإرث المتوارث من العمارة الإسلامية والتراثية هي ما زالت متواصلة متجذرة مع أبناء الدولة بالإمارات وحتى إن كان في الشارقة، وكل واحد يحاول أن يوجد له فكرته وعمارته الخاصة من خلال المنزل على أرض دولة الإمارات المتحدة. ولكن حاولت هنا في هذه العلاقة أن أوجد هذه العلاقة الجانب الفني، اللمسة الفنية في إيجاد هذه العلاقة المشتركة وإبراز الثقافة الفنون الإسلامية والزخرفة الإسلامية والخط العربي من خلال العمارة. فمن خلال هذا المزيج حاولت أن أوجد هذه الفكرة التي تعكس في تمازج بينهما وتنعكس بشكل طيب على المتلقي. مسألة التصميم ومدارس التصميم المختلفة بين الجرافيك والعمارة والأزياء والتصميم الصناعي كلها بالأساس تعتمد على الفكرة. فالفكرة هي الأساس اللي لب الموضوع اللي تحاول أن توجده في أي مشروع. وأيضا اليوم الفنون بكل محتواها وبكل مدارسها، الثقافة، الموسيقى، المسرح، الفنون البصرية، كلها تعتمد على الجانب الموضوع. فهني العلاقة المشتركة، فهذه العلاقة المشتركة أوجدتها في هذا المبنى من خلال تعرف الثقافة الإسلامية الرصينة التي نملكها من خلال يعني التواتر اليومي في العبادة والصلاة والصوم، وتوجد أمامك أنت أيضا لوحة أو عمل فني معلق يحتوي مضمونه من خلال الخط، سواء حديث نبوي أو آية قرآنية أو حتى بيت شعر. فحاولت أن أوجد هذا المضمون الذي يعكس هذه الثقافة العربية الإسلامية من خلال هذه الفكرة. بداية تعرف لما تيجي تطرح فكرة جديدة على الأجيال الجديدة دائما يرفض هذه العلاقة أو يتخوف أو يتحفظ من خلال أن مزج شيء أصيل قديم مع شيء معاصر. أنا بالنسبة لي كتجربة أو كخبرة متواضعة في الإدارة الفنية وإدارة المشروع التأسيسي للحركة الفنية في الشارقة، وأيضا بحكم أن هاوي ومتمرس إلى اليوم في مجال التصميم، أحب كطبيعة شخص أن أمزج هذه العلاقة بين القديم الأصيل والمعاصرة. ولكن لابد أن تكون هناك دراسة مدروسة صحيحة بشكل الكتلة ونسبة الكتلة ونسبة الظل وعلاقة اللون وعلاقة المزج أو الهارموني التمازج بينهم، بحيث ما يأثر كل واحد أو يضرب كل واحد الآخر. الهدف الرئيسي هو المضمون اللي تقدمه لهذا المشروع. أنا أفتكر مهم جداً أن نحافظ على الأصالة ونحافظ على التراث، ونحاول أيضاً أن نبرز معاصرة
أو الحداثة. ولكن المثقف الآخر أو الثقافة الأخرى الغير عربية الأجنبية عادة ينظر إليك كيف ينظر إليك؟ يحاول أن يشوف خصوصيتك، إيش خصوصيتك. فنحن كإرث عربي إسلامي لابد أن نحافظ على هذا الإرث، ولكن كيف نمزجه مع هذا التجربة المعاصرة من خلال هذه الجوانب، من خلال اللوحة الفنية، العمل الفني، التصميم، العمارة. وجدنا هذه العلاقة، حاولنا أن نوصل لأكبر شريحة ممكنة، وبالأخص اليوم نحن بحاجة كثيرة أن نوجد هذه العلاقة للأجيال الجديدة اللي هي أيضا تأثرت بالصادر اللي يأتينا من الثقافة الأخرى. العمارة الملمس اللي هي العمارة المعاصرة جدا اللي ما لها هوية، عادة الاستشاريين الهندسيين والمهندسين في العالم يعتمد على اللونين أساسيين، اللون الأبيض يضاف له درجات الرمادي أو يضاف له درجات البنيات. يرفض الألوان مثل ما هي في الخلف هي مثل هاي اللوحة أو اللوحات الأخرى. أنا حاولت أن أوجد هذه العلاقة الجديدة، أن يكون هناك ألوان ولون في هذه العمارة، ولكن بشكل مدروس بحكم خبرتي وتجربتي المتواضعة أكثر من 35 سنة في تأسيس مثل متاحف الفنون وإقامة المعارض الفنية، آلاف المعارض. لابد أن يكون العمل الفني هو الأساس اللي تبرزه. في هذه الحالة الهدف الرئيسي إذا كان العمل الفني أن توجد العلاقة اللونية الأخرى المشتركة أو القريبة من هذا العمل، هادئة سواء أو مساحة لونية بيضاء أو رمادية يعني محايدة تبرز العمل الفني. كتصميم معماري هناك مهندس واستشاري، ولكن في نفس الوقت حاولت أن يعني أضع بعض الأفكار اللي حاولنا نغير. أيضا إيجاد أيضا اختيار الأعمال الخطية. الأعمال الخطية أيضا في معي فنانين وخطاطين لهم خبرة يعني كبيرة، مثل الفنان الأخ خالد الساعي، هو معي من 2018. نحاول أن تكون لجنة في اختيار واختناء الأعمال الفنية، لكن من أوجد فكرة إيجاد فكرة الخط ومزج الخط بهذه العمارة المعاصرة هذه من جانبي لسببين رئيسيين. السبب الأولاني حاولت أؤكد على الإرث الثقافي اللي نحاول نملكها نحن، وأن هذا إرث قابل للتطوير والتمازج مع الثقافة المعاصرة الجديدة. وأيضا حاولت أن أؤكد على للأجيال الجديدة أن هناك نملك إرث غني يحاول ونملك يعني تفاصيل جميلة جدا ليش ما تنعكس بالشكل المعاصر وليس التأثر بالآخر. لا، خلينا نفصل. هناك مباني إسلامية قديمة عمارة، وهناك عمارة تراثية اللي هي عمرها ما يقارب 300 سنة اللي موجودة في الشارقة القديمة أو البيوت القديمة، وهذه من الطين. ولا امتداد أيضا بالعمارة الإسلامية بحكم أن الصحن أو حوي البيت اللي هو يعطيك خصوصية بالحرم، الحرم الخاص بالبيت والخصوصية. هناك نظام التهوية القديمة، كل هذه الشغلات. المسألة أنت لابد اليوم تساير الزمن من خلال المواد، من خلال الأجهزة، من خلال النظم الذكية الحالية. كل هذه عناصر جد جديدة داخله وأنت ما تقدر أصلاً تنفصل عنها، لابد تتفاعل معها. ولكن في نفس الوقت دائما تحاول أن تنتج، إذا كنت لك إنتاج فكرة معينة أو بناء معين، أن تنظر إلى الأرض وماذا تعطيك. يعني المعماري المعروف حسن فتحي، يعني اللي أشهر المعماريين المصريين، دائما ينظر للأرض شو تعطيه من خلال الأرض، سواء كطين، كجبل، كحصى، كجص، وأيضا كأرث إسلامي وثقافة إسلامية معاصرة. لابد أن يكون هذا التكيف معها وعكسها على هذا المشروع. جوائز أول شغلة هذه، يعني أنا أفتكر الجائزة هناك يعني جزئين أو شيئين من الجوائز. أول شيء الجوائز العالمية حصلنا عليها. أنا كنت أفكر أن أدخل في مسابقات دولية، وسبحان الله مشينا مع الاستشارة ودخلنا في مسابقتين في أمريكا، وفزنا بجوائز مشهورة بالمؤسسات المعمارية الكبيرة الدولية، أن تحاول تسلط الضوء على العمارة المتميزة في العالم، ومن ضمنها مشروع ديواني. هذا المشروع حاز على جائزة لوب أورد ديزاين، اللي هي فكرة مزج الخط بالعمارة المعاصرة.
وأيضا مجلة آرتشايز اللي هو متخصصة في العمارة الفنية بالعالم، تصدر من أمريكا، أيضا لما طرح عليه مشروع ديواني. و2024 أيضا فزنا بجائزة أفضل جائزة أو أفضل منزل على مستوى الشارقة من دائرة تخطيط المساحة. أنا أفتكر هذه جوائز عينية واضحة، لكن هناك جوائز أنا أفتكر بالنسبة لي غير يعني مباشرة. هي أغلب الإعلاميين والمهتمين بالتواصل الاجتماعي السوشيال ميديا غطوا المنزل كمعماريين، حبوا المشروع، فهي تعتبر جائزة أصلاً يعني جائزة محايدة، وكل هاي جوائز تعتبر ورائي محايد يعطيني دافع قوي أستكمل المشروع أكثر وأكثر. والله أتمنى ذلك، بالعكس يشرفني وما أقدر أجزم، ولكن اللي ألاحظه الآن من زيارات من دكاترة متخصصين في مجال الفنون والعمارة والطلبة ويحاولوا يوصلون لهم الفكرة، فهذا نوع من التأثر. أيضا الفنانين بشكل عام على مستوى الوطن العربي والتواصل الإعلامي اللي صاير على المشروع الديواني أيضا بدأ يخلق نوع من هذا التأثير الإيجابي أو العدوى الإيجابية على الآخر، أن يا أخوانا في نملك إرث عربي جميل وإسلامي يحاول أن يفرض نفسه، وهو أوريدي فارض نفسه من سنوات مئات السنين. هو بداية التوزيع كان الاستشاري طلب مني شو الفكرة الأساسية. أنا بحكم حبي للعمارة أعرف أن العمارة العربية الإسلامية عندها فيه عدة خصوصيات. الخصوصية الأولية لازم يكون في خصوصية خاصة لأهل البيت بحكم الإرث الإسلامي والجانب الإسلامي، فلازم يكون يعطيك خصوصية. فالمشربية الواجهة الكبرى اللي هي واجهة البيت، فهي تعطيك نوع من الخصوصية اللي أنت داخل البيت تشوف الخارج والخارج ما يشوفه. الجانب الثاني طلبت أن يكون في البيت حوي، نسميه باللغة اللهجة الإماراتية الحوي، اللي هو حوش البيت، أو أنتم تسمونه في سوريا صحن البيت أو البحرة. هذه الجميل فيها أن يعطيك نوع من التهوية ونوع من تجميع الهواء ونوع من الخصوصية في نفس الوقت. فهني موجودة هذه العلاقة، بالإضافة إلى المبدأ يكون قريب من بعضه من الغرف والصالات، بحيث أنه يحاول يجمع العائلة وليس يبعثهم كأجنحة. فهاي خصوصيات معينة أنا أنظر لها، لكن في نفس الوقت تعب بحكم أنه مهتم وكفنان ومشرف على المعارض الدولية صارت كثير، حاولت أن أعمل تكون هناك لمسة فنية بالعرض الفني الدائم من المقتنيات. وهناك في أجنحة بسيطة يعني اللي قدرت أنا كفرد هني، لأن هذا المشروع فردي وتكلفة فردية، فحاولت أن أوجد هذه العلاقة المشتركة. أنا مثل ما ذكرتك أن الرسالة أكيد أنا أبغى أؤكد أن هناك نملك ثقافة وإرث إسلامي جميل وقوي من آلاف السنين، وما زال هو يتعايش ويتواصل مع الحياة العصرية أو التجارب المعاصرة حاليا من عمارة وفنون وتصميم. فهذا جانب مهم، وأن ما يبتعدون عن هذا الجانب، بالعكس نحن نملك، ولكن يحتاج الدراسة والتجربة أكثر ومرة على أساس تكون نتيجة طيبة. بالإضافة أن تؤكد على الأجيال الجديدة أن هناك تعطيها غنى بصري ولوني ومضمون من خلال الآيات القرآنية، من خلال الأحاديث، من خلال الأشعار. فهي كلها ثقافة متراكمة تاريخية، ولكن في نفس الوقت مستمرة ومعاصرة للأجيال الجديدة. الهوية الإماراتية ليست منفصلة عن الهوية العمارة الإسلامية، هي مترادفة متواصلة من التاريخ، ولكن بحكم المواد اللي اختلفت من السابق والقديم والحاضر تحاول أن نعكسها اليوم. أنا كل اللي أتمناه فقط لا ننظر إلى العمارة كزخرف وكجمال فقط، لابد أن ننظر لها كمضمون واستخدام في نفس الوقت، ولكن هذا الاستخدام والمضمون ليس انعكاس على ثقافة استوردت من الخارج كثقافة غير عربية وغير مسلمة نحاول نعكسها هني، لا، نحاول أن نتجدر بأرضنا بإرثنا ونحاول نعكسها على الحياة اليومية اللي أنت نعيشها، من خلال الخصوصية، من خلال الرؤية البصرية، من خلال المضمون اللي يقدمه. فكل هاي العناصر تؤثر على استمرارية وتأكيد أصالتك وثقافتك العربية الإسلامية.
أنا أشكركم، وأيضا أشكر كل من يشاهدنا حاليا. وأيضا هذا المبنى ليس ديواني، هو أنت لما تذكر فقط اسم ديواني بمعنى هو لك، ديواني أنا، فكل شخص هذا ديوان خاص إله. ولكل المبدعين في العالم العربي والإسلامي اللي ساهموا في هذا المشروع، وفقط يسمحون لنا نحن نبيت ونسكن في هذا البيت أنا وأسرتي.